هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. الخطوة اللي انت تخطيها كمل وياك ترجع فيها، ارسم حلمك يلا بنيها، ارسم طيارة وطير بيها، هتلاقي المسافات بتقرب، بس تجدعن يلا وجرب، والأتوبيس هيعدي عليك هيساعدك والحلم يقرب. كل محافظة وكل مدينة لو مشروع لسه بدرينا، ارمي حلمك بس علينا هيطلع للنور. الأتوبيس هيلف يدور ويقلب بطريقة نور، هيساعدك توصل لطريقك وتحس معاه بسرور. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. الساعة دلوقتي 10:30. بدأنا رحلتنا النهاردة تقريبا الساعة 6 صباحا. يمكن ال4 ساعات ونص مش بيعبروا عن المسافة ما بين المنطقة اللي احنا فيها اللي بنبدأ منها حلقتنا النهاردة وما بين القاهرة. احنا في منطقة كفر أبو جمعة، مركز اليوب، محافظة القليوبية. بالظبط بتبعد الكفر أو القرية أو هذا التجمع الصناعي اللي احنا بنكتشفه لأول مرة بيبعد عن الطريق الدائري، نزلة الطريق الدائري في شبرا الخيمة مش أكتر من 15 دقيقة. السر إن احنا خدنا هذا الوقت الطويل جدا هو الحقيقة محاولة اكتشاف هذا المكان قبل دخوله، كمان عشان نأهل الناس لفكرة التصوير واستقبال الأتوبيس. الحاجة التانية يمكن كان المداخل والمخارج بتاعة المكان، يمكن زي كل قرانا محتاجة مجهود شوية عشان الأتوبيس يقدر يدخل بهذا الحجم الضخم جدا. الحقيقة أنا استغليت فكرة إننا هناخد وقت طويل على ما نبدأ تصوير، ونزلت بصيت على الأنشطة الصناعية اللي موجودة هنا. أنا اتفاجئت إن في عدد كبير جدا، مش هنقول لكم حصر دلوقتي، عدد كبير جدا من مصانع الخزانات المية، عدد كبير جدا من مصانع الأخشاب، عدد كبير جدا من المصانع الغزل، وعدد كبير من مصانع السجاد. أنشطة متنوعة كتيرة جدا هنتعرف عليها جوه كفر أبو جمعة، مركز اليوب، محافظة القليوبية. ده مصنع تخت بيجهز التخت او بيوردها لهيئه الابنيه التعليميه. محمود انت مدير المصنع. تمام يا فندم. اسمك محمود ايه؟ محمود احمد عبد العزيز. قول لي بقى ايه اللي يعني المصنع بيطلع ايه المنتج النهائي بتاعه هنا؟ احنا هنا بنصنع التخته وبنورد للهيئه العامه للابنيه التعليميه. بتصنع دي مرحله التجميع اللي في هنا التجميع تمام. وفي هنا ورشه الخشب اللي احنا بنطلع الخشب جوه بنصنعه وبنطلعه هنا. بتصنع الخشب هنا. طب الحديد اللي موجود في والحديد في مصنع تاني عندنا في 100 حلفه قبل مصنع التلج تمام. بنصنع هناك الحديد وبنجيبه نحوله في عربيات نقل بنجيبه هنا.
بتركب الخشب على الحديد عشان بنكون تكون تخته بشكلها النهائي. ديسك ومعه. انت تقريبا بتورد لهيئه الابنيه التعليميه يعني كام تخته؟ يعني حوالي في اليوم ممكن 300 تخته 400 تخته في يوميا. تمام. يوميا 300 حسب الاوامر اللي هي بتجينا من الهيئه التعليميه للابنيه هي التعليميه. دي ملهاش سعر، ما بتتباعش في السوق المفتوح صح؟ لا بتتباع بس تبع الهيئه الحكومه. تبع الحكومه او تبع المدارس الخاصه مثلا. تبع المدارس الخاصه. تقريبا عندك كام عامل في المصنع هنا يا محمود؟ في هنا عندي بتاع 20 عامل وبتاع 10 صناعيه. والمصنع الحديد؟ ومصنع الحديد فيه هناك بتاع 30 او 40 واحد. يعني انت عندك ثلاث مراحل انتاج في المصنع ده؟ 3 تمام. صناعه الخشب واطلع هنا وصناعه الحديد، والحديد بجيبه من هناك وبجيبه هنا وبعدين بتورد لهيئه الابنيه التعليميه. بورد تعليمات. انت معاك طبعا مصانع كتير زيك بتورد تمام. بس هنا يعتبر هنا في المنطقه دي هو ده المصنع الوحيد بس اللي في البلد. ده المصنع الرئيسي في البلد. في منطقه كفر ابو جمعه ولا في المنطقه في المنطقه دي كلها في القليوبيه؟ هي المحفظه كانت معايا انا بجيب خلاص الصبح. انا هدفع يا عم، خليها عليا انا. ايه ده؟ انت دفعت ازاي بالتليفون؟ دفعت بابل باي. بتن أي عملية بتم. دخل كل كروت البنك الأهلي المصري على أبل باي وادفع واصرف براحتك بأسهل وأسرع وأمن طريقة دفع في مصر. الآن خدمة أبل باي متاحة مع البنك الأهلي المصري. ده مصنع بيحمل كل التراخيص المطلوبه، ودي منتجات قابله للتصدير لكل دول العالم، وبدل المصنع هنا في كفر ابو جمعه في 40 مصنع. احنا بنتكلم بس على نشاط صناعه الخزانات الكبيره اللي ممكن تكون ثروه للبلد. الحقيقه الواردات الرئيسيه او يمكن مصر كلها بتستخدم منتجات كفر ابو جمعه فيما يتعلق بهذا المنتج تحديدا، اضافه ان في صناعات عديده كمان في هذا الكفر اللي تحول الى الحقيقه واحد من اهم التجمعات الصناعيه اللي موجوده على مستوى محافظه القليوبيه، والنموذج اللي احنا محتاجين نكرره في كل بلادنا. احمد صاحب المصنع اللي احنا واقفين فيه، بص من عظمه المكان هنا اكتر من كونه مصنع خزانات، ان الماكينات اللي هنا انتوا اللي مصنعينها. ايوه المعلومه دي صحيحه؟ قول لي بقى احكي لي قصه صناعه الماكينات دي. المكن دوت هو اساسا بيجي مستورد من بره، بس بيبقى على نظام فرن. بيبقى اوضه مقفوله تمام، وبيخش بيبقى فيها غرفه حديد وفيها غرفه تبريد، وبيخش الاسطمبات دي بتبقى على نظام دراع بيشتغل شمال يمين في قلب الغرفه دي. احنا كشباب هنا طورنا المكنه ديت وحبينا نعمل حاجه زيها كده، عملنا حاجه اسمها مكنه روك. المكنه الروك ديت بتشتغل على نظام انابيب وغاز وهيدروليك وبساتم. تمام. فاحنا جبنا عملنا المكنه ديت، اخدنا المقاسات بتاعتها ونظام ترمسيون وبكر وبيل، وعملنا الاستنباط واشتغلنا والحمد لله ربنا كرم. يعني انت اللي عاملين خط الانتاج اللي هنا بالكامل؟ انت عندك كام مكنه تقريبا هنا؟ دولت 6 مكانات. يعني كل 3 وحدات جنب بعض ودول مكنه واحده؟ مظبوط. بيطلعوا ال3 وحدات اللي انا شايفهم دول بيطلعوا في الاخر بيطلعوا خزان واحد صح كده؟ مظبوط كده. بيطلع كام خزان المكنه تقريبا في اليوم؟ المكنه بتطلع 10 في اليوم. 10 يعني انت بتطلع تقريبا 60 خزان مثلا في اليوم. بالظبط كده. اشرح لي بقى كده مراحل الانتاج بتاعه الخزان الكبير. الاول هو بيبقى جاي شغل خرز. الشغل الخرز ده بيبقى جاي من السعوديه اساسا، مستورد من شركه
وبعد كده بيخش خط انتاج على الخرازه، بيتخرز وبيبقى حاجات كده، بيبقى قطع صغيره، وبعد كده بيخش على الطحانه بيتطحن، بيبقى عباره عن بودره. دي كده الخامه وصلت لدرجه الايه التسويه بتاعه الخزان او درجه انتاج الخزان. بعد كده الاسطمبه بتبقى عباره عن جزئين، جزء وش والجزء الثاني بيبقى الجسم دوت، بيتفك حتتين عن طريق مسامير ماشي. وبعد كده بنحط الخامه الطبقه الاولانيه وبنبتدي نشغل النار مع الزيت الهيدروليك، بيطلع وينزل المكنه والموتور دوران بيشغلها شمال يمين. وبعد كده بنشغل النار عليها، بتستوي الطبقه الاولانيه، نقوم جايين حاطين الطبقه الثانيه اللي هي السوداء علشان خاطر تبقى ضد اشعه الشمس وتمنع الطحالب والفطريات من الخزان من جوه. الطبقه الثالثه بتبقى ابيض من الداخل وبتبقى منساه علشان خاطر تحافظ على درجه نقاء الميه. قول لي المنتج بتاعك امن؟ يعني احنا يعني بنسمع ان الخزان ممكن يبقى فيه مشكله يعني صحيه، المنتجات دي يعني مطابقه للمواصفات، ما بتعملش ضرر؟ المنتج بتاعنا الحمد لله مطابق للمواصفات. الخزان اسمه وحاصل على 18 شهاده من المركز القومي للبحوث، ولنا سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، ومسجلين في شهاده القيمه المضافه، والحمد لله ماشيين، يعني الحال ماشي الحمد لله. حضرتك بقى عرفني بنفسك. انا الحاج علام. حاج علام عمو. احكي لي بقى الصناعه دي بدات في البلد هنا امتى؟ واشمعنى صناعه الخزانات اللي موجوده هنا؟ لا هي كانت الفكره بتاعتها بتاعت راجل من فلسطيني. اه اول واحد بدا الصناعه هنا في الكفر. فلسطين. وبعد كده بقى الشباب بدات تشتغل عنده، جه هو الراجل بقى يعني توفى، بدا خدوا الفكره وبداوا يطوروا بقى فيها. وصلنا للمرحله اللي احنا بنصنع وصلنا خطوط للمرحله اللي الانتاج انت شايفها دي بقى كلهم بداوا يشتغلوا بقى. عندنا هنا في البلد يفوق عن 30 مصنع يعني. كلهم برضو. هل في مصانع بتصدر، في منتجات بتصدر من منتجات نعم طبعا. بتصدر بره؟ بيصدروا ليبيا. بياخدوا جدوا ليبيا وبيروح السلوم وبيروح الغردقه وبيروح شرم الشيخ. ايه الصناعات الثانيه اللي موجوده هنا غير صناعه الخزانات في الكفر؟ في صناعات كتير، في بقى الفايبر، وفي حضرتك بتوع الاخشاب الترابيزات والدكك بتاعت المدارس. ايوه. وفي مصانع بتاعت الفايبر بتعمل بتاعت الملاهي والحضانات واللانشات والمراكب. في تصنيع كتير عندنا هنا في كفر ابو جمعه. اظن مفيش شاب عاطل في كفر ابو جمعه. لا الحمد لله، يعني بسم الله ما شاء الله المصانع يعني. اولا بنهنيك على الخط الانتاج العبقري اللي انت عامله الحقيقه، وعلى الانتاج بتاعك، وعلى يعني حاجه عظيمه جدا، فخورين بيك وبنتمنى نشوفك واحد من اكبر رجال الاعمال في البلد. الحمد لله. واسمك يعني هو اسمكم كبير ويكبر اكتر. الحمد لله، ربنا يكرمك. كفر ابو جمعه مليانه شغل، اللي قاعد على القهوه ده واللي قاعد على الكافيتيريا ده هو نفسه مش عاوز يتحرك، بس لو اتحرك هيلاقي 100,000 مصنع مفتوح. انا بفتح يومي الساعه 7 الصبح، ابدا افتح مصنعي، اشغل المكن قبل ما العمال تيجي، بيستلموا المكن. كل مكن عليها 3 اسطمبات ما عدا مكنه 10 ومكنه 5، دي اسطمبه واسطمبه لان حجمها كبير. فطبعا بيبدا العمال بتشتغل، بستلم منهم الخزانات لان انا اعتبر اللي ماسك العمال جوده وكل حاجه. احنا هنا بنحافظ على بعضنا كويس جدا. احنا مهما كان برضو الشغلانه سهله وبسيطه، بس ممكن تبقى في صعوبات احنا بنواجهها. تجمعنا مع بعض وخوفنا على بعض هو اللي بيمنع اي صعوبات خالص. واحنا كلنا هنا كعمال او اللي ماسك العمال او صاحب المكان بنتعاون مع بعض. مفيش واحد صاحب مكان اللي هو حاطط ايده في جيبه او كده، كله شغال لان دي لقمه عيش لنا كلنا. قريه كفر ابو جمعه بالنسبه لمصانع الخزانات اللي فيها هي اللي منع اي مشاكل. نسبه العطاله بسيطه جدا جدا هنا عندنا. حتى لو الواحد مخنوق من الشغل الناس موفر لنا كل حاجه، تامين، كل حاجه، مرتبنا بناخده اخر الاسبوع عادي بزياده كمان، والواحد مستريح فيها. يعني هي لو وحشه الواحد مش هيشتغلها. العامل زينا بالظبط، اكل والشرب والكلام ده كله بناكل في طبق واحد، بنحترم بعض، بنقدر بعض.
المحفظه كانت معايا يا انا عم بجيب خلاص الصبح. انا هدفع يا عم، خليها عليا انا. ايه ده؟ انت دفعت ازاي بالتليفون؟ دفعت بابل باي. بتن أي عملية بتم. دخل كل كروت البنك الأهلي المصري على أبل باي وادفع واصرف براحتك بأسهل وأسرع وآمن طريقة دفع في مصر. الآن خدمة أبل باي متاحة مع البنك الأهلي المصري. الميزه النسبيه في منطقه كفر الزيات ان تقريبا كل منطقه فيها بتتميز بنوع مختلف من الصناعات. دلوقتي احنا واقفين في منطقه بتتميز بوجود عدد كبير من مصانع الاعلاف، وخاصه اعلاف الدواجن. تقريبا 5 مصانع انتاجها رائع وانتاجها كبير جدا، ونوعيات خطوط الانتاج حديثه جدا، بتشتغل باحدث الامكانيات وبنوعيات مختلفه من الخلطات اللي بتقدر تجيب نتائج كويسه جدا خلال اوقات قليله في هذه الصناعه. السلام عليكم. باشمهندس صباح الفل. ده مصنع اعلاف دواجن. مصنع الاعلاف الدواجن. قول لي المنطقه دي اسمها ايه؟ ديت طريق قصر نصر الدين تبع كفر الزيات محافظه الغربيه. طريق نصر الدين؟ قصر نصر الدين. طريق قصر نصر الدين. مركز كفر الزيات محافظه الغربيه. هل ده نشاط مميز هنا ولا ده المصنع الوحيد اللي بيشتغل على اعلاف الدواجن؟ لا، ده في اكتر من مصنع في المنطقه. تقريبا كم مصنع؟ يعني في الغربيه تقريبا في كفر الزيات حوالي 5 مصانع. 5 مصانع. ان شاء الله. ايه بقى سر تركز صناعه اعلاف الدواجن هنا؟ هل النشاط مزارع الدواجن موجود هنا بشكل كبير يعني؟ موجود بشكل كبير، وزايد برضو المنافسه برضو بتبقى صعبه في المجال ده، فاللي بيتميز في الجوده بتاعته. اللي بيميز المكان هنا جودته. بس انتوا عندكم منافسه يعني خلقت عدد كبير من المصانع يعني. اكيد. فده معناه ان في يعني عندكم بقى ميزه نسبيه هنا في صناعه الاعلاف تحديدا. اكيد طبعا في ميزه هنا في جوده وفي الزبون سعر. بتاعك بقى فين هنا ولا بتصدر بتوزع على مصر كلها؟ طبعا بتوزع في جميع المحافظات. جميع المحافظات. شغال في الغربيه وفي الدقهليه وفي المنوفيه وفي الصعيد وفي مرسى مطروح. الحمد لله. وفي المنوفيه جنبنا هنا. في الغربيه طبعا عشان انت ده المركز الرئيسي بتاعك ان شاء الله. مركز التوزيع الرئيسي في الغربيه. استاذ حسن رضوان صاحب مصنع اعلاف الدواجن اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. ان شاء الله. استاذ حسن، عايز حضرتك تقول لي بقى يعني احنا يعني قول لي مراحل انتاج اعلاف الدواجن بتبدا منين؟ احنا بتجيلنا المواد الخام اللي هي عباره تقريبا عن ذره وصويا واضافات وكوليتين. تفضل المواد الخام هنا. المواد الخام بتدخل من هنا، بتدخل في الصومعه دي من الاول. دي نقطه البدايه. بنخزنها في الصومعه ديت. وعندنا برضو مواد خام ثانيه زي الصويا او الكوليتين. عندنا بنخزنها في المنطقه الثانيه كده الناحيه الثانيه. بعد كده بتخش مناطق بتخش على التصنيع على خطوات محدده او خطوات معينه. بيتم جرش الذره وجرش الصويا، وبيتم ادخالهم على بعض المعدات هنا بنسميها الخلاط. وبعد كده بنعمل لها عمليه خلط بعد الجرش طبعا. بعد كده بنحط لها بعض الاضافات. بعد كده بنطلعها على معده بتعمل لها حاجه زي كبس.
طبعا كل الحركه دي حركه آلية يعني. حركه آلية كلها. يعني سواء التخزين في الصومعه هنا وبعدين بتسحب بقى المكن بيسحب من الصومعه مظبوط كده. بتمر بقى بكل المراحل الخلط بتاعتك. مين اللي بيحدد النسب بقى بتاعه الخلط؟ لو انت بتحط مثلا كذا ماده خام مع بعض سواء فول الصويا او الحاجات الثانيه اللي بتدخل، مين اللي بيحدد النسب دي؟ دي حد بيطري متخصص، دكتور بيطري متخصص بيعمل تركيبه معينه، لان طبعا هو اكتر من نوع، احنا ما بنصنعش نوع واحد، احنا بنصنع اكتر من نوع. هو كل نوع ليه تركيبه معينه بناخدها ونشتغل بيها، وبعد كده بيتم عمليه التعبئه وبننزلها. طب هل احنا عندنا امكانيه وطاقه ان احنا نصدر منتجاتنا؟ نقدر نصدر الاعلاف؟ اكيد طبعا. نقدر نصدرها؟ اكيد طبعا. طب ليه مش بنصدر؟ يعني هو فيما يخص موضوع الاعلاف، هو التصدير سوق مقفول شويه. يعني انت بتتكلم مثلا تقريبا عن ليبيا والسودان، تقريبا ما اعتقدش انك ممكن نكون نتكلم في الاول على الاسواق القريبه، ليبيا والسودان، وممكن عندك دول كمان، الدول العربيه اعتقد فيها. لا علف اعتقد هي تقريبا اذا كان في تصدير هو ليبيا والسودان. ليبيا والسودان. ودلوقتي طبعا عشان شويه طبيعه المشاكل اللي موجوده في الدولتين يمكن الدنيا تبقى طبعا عشان المشاكل اللي موجوده في الناحيتين. دي مشكله برضه. هل انت عندك تصور عن المستقبل الصناعه بتاعتك؟ يعني مستقبل المصنع بتاعك عندك، يعني شايف انت ممكن تطلع منتجات جديده، ممكن تستهدف اسواق جديده؟ ان شاء الله احنا عندنا خطه وعندنا بلان. احنا حاليا شغالين دواجن بس، لا احنا عندنا بلان ان شاء الله ننزل اعلاف ثانيه زي المواشي، زي الارانب، زي لا عندنا ان شاء الله باذن الله بلان عشان تقدر تستمر بطاقه الانتاج القصوى بتاعتك، ما تخضعش لتقلبات سوق الدواجن. كابتن طلعت شومان، ده مصنع لمبات كهرباء. ايوه. اسم القريه كفور كوبلشيه. كفور كبلشيه. كفور بلشيه. كفور بلشيه. تبع مركز كفر الزيات. مصنع لمبات مساحته 1000 متر، واخد بالك؟ بيتم فيه تصنيع 1000 متر بقى، ده المساحه الداخليه مش احنا لا يعني شايفين مساحات بره. لا ده لوحده 1000 متر، المصنع نفسه ترخيصه ب 1000 متر، واخد بالك؟ بيتم فيه التصنيع والتجميع وانتاج تام على طول. بننتج لمبه الكهرباء اللي هي اللمبه الموفره. اللمبه الموفره اللمبات وكل حاجه، كل حاجه موفره احنا بننتجوها هنا. ده من امتى المصنع ده موجود؟ بقاله سنتين ونص. سنتين ونص. حاجه هايله طبعا. احنا اولا مبسوطين ان احنا بنشوف حاجه زي كده، ده سلعه نوعيه شويه. كابتن طلعت شومان. ايوه يا فندم. احنا اولا فخورين جدا بمصنع لمبات الكهرباء اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. حضرتك شايف مستقبل الصناعه دي بقى في مصر عامل ازاي؟ والله كويس ان شاء الله، ده خطوه كويسه. ما كان كله بنستورده الاول، انما دلوقتي الحمد لله بدانا ان احنا نعمل يعني نصنع احنا بنفسنا، يعني الحمد لله. يعني بدانا نصنع، بدانا الحمد لله كويس كده. يعني انت شايف ان احنا يعني في تقدم، يعني ال 40% هي نسبه البدايه، ونقدر بعد كده ان شاء الله نكمل. ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك قول لي بقى، انت قلت لي في 3 ماكينات عندك. عندي 4 ماكينات. 4 ماكينات. طاقه الانتاج بتاعه المصنع بقى قد ايه؟ يعني حسب ما انا عاوز، لو عاوز 20000 لمبه في اليوم ماشي، عاوز 40000 لمبه في اليوم دي في ايديا. يعني حضرتك عندك طاقه انتاجيه ممكن توصل ل 40000 لمبه يوميا. لو انا وهل السوق المحلي يستوعب الكميه دي من الانتاج؟ بيستوعب. طالما اللمبه كويسه بيستوعب. عندنا فرصه طيب للتصدير ان احنا نصدر. دي الخطوه اللي جايه، عاوزين احنا بنتجه لافريقيا، عاوزين نشوف افريقيا بقى ان شاء الله. الخطوه اللي جايه ان شاء الله. لما جيت تعمل مصنع لمبات كهرباء ومصنع نوعي جدا في كفر من كفور مدينه كفر الزيات، تمام؟ يعني هل واجهت مشكله مثلا في انك انت تجيب العماله المدربه اللي تقدر تشتغل على الماكينات الحديثه؟ لا العماله هنا متوفره للغايه. العماله هنا احسن من اللي في القاهره. انت حضرتك بتجيب العماله من هنا من منطقتي، من الكفر من هنا موفرين لي حاجات كتيره قوي. يعني ما اللي في القاهره عاوز اتوبيسات وعاوز نقل وبتاع، انما انا بخدم اهل القريه واللي حواليا. يعني انا حواليا مثلا 6 7 قرى، كلهم العماله من 6 7 قرى، بخدم المنطقه اللي انا عايش فيها. بتلاقي فرصه عمل للشباب اللي موجودين في القرى. هم اذكياء يعني، فاهمين شغلهم كويس جدا. يعني تقريبا حضرتك عندك كام عامل في المصنع؟ عندي حوالي 70 عامل. 70 حضرتك بقى قول لي دلوقتي، هل انت دلوقتي عندك مشاكل بتواجه الصنعه دي هنا؟ لا خالص، نهائي. ما عندكش مشكله مثلا انك انت تسوق؟ انت موجود في كفر، بالعكس، في كفر في عمق كفر انا سعادتك انا في وسط الدلتا. انا 40 كيلو ببقى في القاهره، 40 كيلو ببقى في المنوفيه، 40 كيلو ببقى في كفر الشيخ، 40 كيلو ببقى في البحيره، 90 كيلو ببقى في القاهره. بالعكس انا سوا احسن من اللي في القاهره. انت شايف نفسك انت في مركز؟ انا في وسط الدلتا، يعني مركزي ده
بيديني 4-5 محافظات جنبي، يعني 40 كيلو كفر الشيخ، 40 كيلو المنوفيه، 40 كيلو المنصوره، 40 كيلو البحيره. ده انا هنا بالنسبه لي التوزيع احسن من اللي في القاهره، يعني التوزيع افضل. افضل طبعا. بين يوم وليلة كل حاجة بقت محلي، ومحلي فيه منه كتير، وكتير بيقولوا لبعض محلي محلك، ومحدش فيهم مخلي التاني يقف محلك سر. والسر انهم بيطلعوا بعض لقدام وقدام الناس منافسين، بس بينهم وبين بعض واحد، ولو واحد منهم ده المر 1000 ايد تحلي. كل حاجة محلي، 1000 مجال، وفي كل مجال 1000، وكل 1000 أهل، وأهلا بأي حد جديد في المجال، والمجال يساع من الحبايب 1000. ابن كارك ونسك، سألت يقولك، تهت يدلك، خسرت ينجح ويحاول يحلي. كل حاجة محلي، زي ما هم ساندين بعض كلنا لازم نسندهم. ساند كل حاجة محلي. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. بنكتب بدايتها، ماشيين وراها في سكتها، عايشين بروحها وقوتها، ومكملين سوا من سنين. بنروح أي محافظة ونعيش لحظة بلحظة، أجيال واعية وحافظة، وبقلب دول شغالين. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. اكسسوار ونجف ورخام، كله بيحكي ويضحك بيه، وحديد مصر لا يعلى عليه. مصنعنا دي مش عايزة كلام، مزرعنا تملي في تطوير، والأحذية بقى والسجاد مشهد كل لما بيتعاد، نلقى أملنا في بكرة كبير. الأتوبيس بيلف كتير عاللي بيشقى وعنده ضمير، لو فين بقى بيروح ليهم لسه يا مصر الدنيا بخير. الأتوبيس بيلف كتير عاللي بيشقى وعنده ضمير، لو فين بقى بيروح ليهم لسه يا مصر الدنيا بخير. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.